الفيديو ده مستفز بكل المعايير اللي في الدنيا، والله العظيم. يعني كمية استفزاز في الفيديو فظيعة. يعني بتستخدم ازازة شامبو كاملة على شعرها في مرة واحدة، في غسلة واحدة. يعني انتوا متخيلين؟ يعني انا ما بجيبلهاش حاجة ولا ماليش دعوة، بس بجد يعني ده تبذير، اسمه تبذير اوفر، حرام. يعني انا ممكن يعني ازازة الشامبو عندنا مثلا احنا كالناس الطبيعية العادية عادي ممكن يقعد معاها شهر الازازة، لكن دي في غسلة واحدة. انتوا متخيلين الاستفزاز؟ طب ليه؟ يعني هو في الاول وفي الاخر يعني حتى لو خدت نقطة قد كده، النوع اللي هي بتستخدمه ده كويس جدا. يعني انا بستخدمه والله العظيم يا جماعة، بيبقى نقطة واحدة بترغي شعري كله. هي حطت كله بقى، يعني طب ليه؟ انا مش فاهمة. فانتي مستفزياني، وده اسمه تبذير اوفر. بجد ده تبذير اوفر، حرام والله، بجد ده حرام. طب وفي الاخر يعني لما تيجي تستحمي تاني بتجيب ازازة تانية. يعني بصوا بقى تاني، بصوا يعني خليكم مركزين. ازازة الزيت دي كلها برضو، يعني مثلا مش تاخد مثلا شوية. احنا بنحط يعني دي ممكن تقعد معانا فترة كبيرة. هي من مرة واحدة الازازة هتشطب يعني. وفي الاخر ان هو المشكلة كله بيقع في البانيو. يعني انتي بتستفادين ان هو يقع في البانيو؟ انا مش فاهمة. بصوا خلصت الازازة وهو اصلا عمال ينقط منها على على البانيو. الازازة خلصت. فيديو مستفز. قبل اي حاجة متنسوش تعملوا اشتراك في القناة، تفعلوا الجرس، تعملوا لايك للفيديو ده، وتقولوا لي بتتابعوني منين، عارفين انتوا منين، وكمان هتلاقي الفيديو ده كامل على القناة. بس انا يعني مهنجة الفترة دي بس، تمام يعني. وفي الاخر ان هي اصلا مسلعة، يعني عندها هنا صلع، ده مش هيعالج شعرك. يعني تبذير الاوفر ده مش هيعالج شعرك. هي بتغسل بمية سخنة تقريبا، فاكرة انا يعني انا سمعت ان المية السخنة غلط على الشعر. بس ده شامبو اطفال برضو تاني، الزيادة كلها. بصوا بصوا الكمية، بصوا الكمية مستفزة. والله وقع كله في البتاع، في البانيو ده. طب ليه يا بنتي؟ ليه التبذير؟ طب ما يعني اغسلي، احطي شويه واغسلي مره، احطي شويه واغسلي مره كمان، لكن ليه؟ استفزاز. ده فيديو مستفز، فيديو معصبني. يعني انتي عايزه على فكره الشامبوهات دي يعني حبه صغننين بتعمل رغاوي كبيره يعني. بس هي ليه بقى